في تداخل دوائي مهم جدا بيحصل ما بين بعض أدوية السيولة اللي بتحتوي على مادة الكلوبيدوجريل وبعض أدوية الحموضة اللي بتحتوي على مادة الأوميبرازول أو الإيسوميبرازول. فبالتالي احنا بننصح المريض اللي ماشي على الكلوبيدوجريل لأي سبب كان، يعني مركب لسه دعامات بياخده عشان هو جات له جلطة قبل كده، فالكلوبيدوجريل ده المفروض ان هو هيحميه من تكون الجلطات. فلو هو مضطر ان هو ياخد دواء للحموضة يبعد عن الأوميبرازول والإيسوميبرازول، لان هم بيشتغلوا على الانزيم اللي بيفعل الكلوبيدوجريل، فبالتالي هو هيكون في خطر للجلطات مرة تانية لان هم بيأثروا على شغل الكلوبيدوجريل. طيب لو هو كان مضطر ان هو ياخد ادويه الحموضه دي على الاقل يفصل ما بينهم 12 ساعه على الاقل، او ممكن نبدل له ادويه الحموضه دي بحاجه اقل تاثير زي مثلا الفاموتيدين او البانتوبرازول. دي حاجه مهمه جدا لازم ياخد باله منها. وانا ما رضيتش اقول طبعا اي اسامي تجاريه، بس لو في حد عايز يسال على اي حاجه هو بياخدها ممكن يبعت لنا في الكومنتات ونرد عليه ان شاء الله.